في حد من الأحباء بعت لي بوست. البوست ده منسوب لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس. الحقيقة البوست ده فرق معايا قوي وفكرني بحاجات حلوة يمكن كنت متعود أعملها زمان ومع الوقت نسيتها شوية شوية. البوست ده بيقول إيه؟ جرب إنك تتعامل مع ربنا كأنه حبيبك. أول ما تقوم من النوم قول له صباح الخير يا حبيبي، وحشني الكلام معاك، واجري واغسل وشك وابتدي اتكلم معاه باللي بيطلع من قلبك. وانت بتاكل او بتفطر قول له يا سلام يا رب، قد ايه نعمتك حلوة انك بعتلي اللقمة دي، وتبتدي تتكلم مع ربنا طول النهار. ده فكرني بكتاب زمان قوي طلع في الستينات او اوائل السبعينات بيقول يوم مع الرب يسوع. فكرته ان الانسان يربط كل احداث اليوم بكلام قلبي مع ربنا، يعني يحكي معاه في كل حاجة بتحصل، وهو واقف على محطة الأتوبيس، وهو راكب الأتوبيس، أو هو بيعمل أي حاجة يتكلم مع ربنا، علشان الشعور ده اسمه شعور الوجود في الحضرة الإلهية، مش في وقت الصلاة لكن طول النهار. عشان كده حبيت أشارك معاكم الفكرة دي. إيه اللي يجرى إن إحنا نتكلم مع المسيح طول النهار؟ مشاعري اتغيرت، قلبي انقبض تحت الضعف البشري. أنا معرض إن مشاعري تتغير في اليوم الواحد 10 و15 و20 مرة. إيه المانع إن أنا أشارك ربنا معايا في كل حاجة؟ مش هي دي الصداقة بتاعت أخنوخ مع الله الذي صار معه؟ مش هي دي الصداقة بتاعت موسى مع الله اللي كان مكتوب فيها وكان يكلم الرب موسى كما يكلم الرجل صاحبه؟ احنا عندنا نعمة كبيرة ان الصلاة مش مجرد فرض ومواقيت، لا، الصلاة عبارة عن حديث يومي مفتوح مع ربنا، بكلمه عن كل مشاعري وفي كل حاجة بتقابلني. ساعتها اليوم هيبقى له طعم مختلف، والناس هتحس انك بقيت مختلف، لانك انت مش لوحدك، انت راسك على كتف المسيح وبتقول له في ودنه كل دقيقة كلمة حلوة، واكيد هو هيرد عليك. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.